المعارك في شمال محافظة صلاح الدين لم تتوقف رحاها، حيث انطلقت عمليات لبيك يا رسول الله الثانية. الحشد الشعبي والقوات العراقية طهرت العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش. شمال صلاح الدين منطقة بيجي، وكانت تستهدف مناطق واسعة من شمال بيجي، مصفى بيجي، منطقة الصينية، مصفى الصينية، مطار بيجي، البجواري، ما بعد البجراد. اعتمدت العمليات على عنصر المباغتة ضد المسلحين الذين لم يتوقعوا هذا الهجوم السريع. دخول الحشد وتقدم بقوة. احنا اذا تعرفون سابقا كنا بنتقدم مثل هذه الشوارع، شوارع تلقاها محفرة، الجهد الهندسي يفتح العبوات. اليوم داعش ما متوقعين احنا نوصل هالمناطق هذه، ما لحقوا حتى يفككون. الان من على جسر الشرقاط خط الصد لداعش، القوات الامنية خلف هذا الساتر وورانا داعش. زي هاي دواعش منها لحد جسر الشرقاط، هذا اللي يوديك على الموصل، وان شاء الله زحناهم. هذه الانتصارات تحققت وبمساندة المواطنين الذين آزروا القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب. جئنا اليوم لمناصرة ومؤازرة اخوتنا مجاهدي الحشد الشعبي. جئنا وقدمنا لهم المواد الغذائية وارزاق جافة وارزاق معركة. ان شاء الله النصر قادم، وان شاء الله نقدم ارزاق للحشد الشعبي داخل الموصل. ان شاء الله هسه طفينا على الفتحه، هسه جماعتنا كلها بالفتحه، وهسه هجمنا على الفتحه. والبارحه احنا طفينا منطقه ال 600 بيت، طفيناها وطلعنا على الصينيه، من الصينيه طلعنا على الشرقاط. الدواعش ترى سجلت مالكم بالله. هنا تتضافر الرايات لتنسج من رفيفها شمسا جديدة للنصر على الظلامين. ومن هنا بدأت حكاية أخرى أبطالها سواعد سمراء ظلت وفية لهذا الوطن الذي ما زال ينزف شبابه. من داخل مصفى بيجي، أحمد العدنان.